سبب وتفاصيل وفاة الفنانة رزيقة الطارش الفنانة الإماراتية رزيقة في ذمة الله. فمن هي وما لا تعرفه عنها؟ تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل أكتر، بس في الأول كده لايك الفيديو واشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. توفيت صباح اليوم الجمعة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقد نعاها الفنان الإماراتي حبيب غلوم عبر حسابه على الانستجرام، حيث كتب: الزميلة الفنانة القديرة رزيقة الطارش في ذمة الله، الله يرحمك يا أم سيف ويغفر لك. تعزينا القلبية لأسرتها الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت رزيقة الطارش تعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة، وقد سبق أن دعا حبيب غلوم لها بالشفاء العام الماضي. تعد رزيقة الطارش واحدة من رائدات الإعلام في دولة الإمارات، حيث بدأت مشوارها الفني في الإذاعة من خلال إذاعة أبو ظبي عام 1969، ثم انتقلت في السبعينات إلى عالم التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات والأفلام على مدار مسيرتها. ومن أبرز أعمالها على الشاشة الصغيرة: حظي يا نصيب، حاير طاير، طماشة، سعيد الحظ، القيايضة، الغواص، حريم بهلال، مناقصة زواج، سولاف، عجيب غريب، حبة رمل، وبحر الليل. ويعتبر دور ميثا في المسلسل الشهير أشحفان من أبرز الأدوار التي قدمتها. وكما شاركت في العديد من المسرحيات مثل الله يا دنيا، والصبر زين، وطبت الأول، تحول. وفي السينما ساهمت زريقة في 3 أفلام هي عقاب، والخطبة، وظل، كما أضافت إلى عالم الكتابة بعدد من الأعمال. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.